السلام عليكم ورحمة الله. معكم البي مرة أخرى. اليوم إن شاء الله بتشوفوا باتل فيلد 4 جيم بلاي ريفيو عن الأوتروا. اللي ما يعرفوش الأوتروا هو أكبر معرض للجو فيديو. تلقوا فيه الكوميونيتي نتاع الجو كل، تلقوا فيه اللي جيمر، تلقوا فيه الشركات نتاع الجو، تلقوا فيه شركات تخرج البلاي ستيشن، الاكس بوكس، البي سي، تلقوا فيه كل. اون بليس هما يعملوا في اتفاقيات كيما قاعدين نشوفوا. باتل فيلد 4 هبطوها على الاكس بوكس 1 والجيم بلاي زادا باش يكون على الاكس بوكس 1. كيما قاعدين نشوفوا الشخص الموجود اللي قاعد يحكي توا هو ممثل عن شركة باتل فيلد 4 باش يحكي على الجو، باش يحكي شنو مميزاتها، شنو خصائصها، شنو هو جديد اللي فيها، شنو اللي يطوروا في الجو، وباش يعطوا معلومات على الاتفاقية بينهم وبين الاكس بوكس 1. جايبين زادا كيف واحد من الشركة باش يعملهم الجيم بلاي ديمو هو. يلا نشوفوا الجيم بلاي مع بعضنا. Eyes on board before she's lost forever to the deep blue. There's a number of variables in play. We don't know who attacked them or if they'll be back. We can't afford any surprises. I'll make room for any survivors. Take cover! كيما قاعدين نشوفوا باتل فيلد حافظت على نفس السيستم تاع الحرب تاعها، على الكاليتي نتاع الجو، حافظت كيف على لي ساوند تراك الموجودين فيها، لي في خاصة الكاليتي. معروفة اني باتل فيلد من اقوى لي سيري، خاصة في الجرافيك اللي تتطلب برشا جرافيك، وهذا معروف في باتل فيلد 3 اللي تطلب جي تي 8800. كيف حافظت على نفس السيستم تاع الجو، استراتيجية تكتيك. كيما قاعدين نشوفوا الناس قاعدين يتفرجوا والراجل قاعد يعمل في الجيم بلاي، خاطر الناس متلهفين يحب يعرفوا شنو هي باتل فيلد 4، خاطر نعرفوا باتل فيلد 3 يحبوا يزيد يعرفوا باتل فيلد 4، لأن بالحق من أعز الجو الموجودين. وهذا معروف من النجاحات اللي حققها باتل فيلد 3 وحققها باتل فيلد 2. كيما قاعدين نشوفوا قاعد يلعب والناس تتفرج فيه بلهفة بالحق، لأن الجو هذي كيما قاعدين نشوفوا من أعز الجو، نعاود نقولها من أعز الجو اللي موجودين، واللي تستحق انكم تشتروا كارت جرافيك جي تي 690 باش تلعبوها، ولا كارت جي تي 8800 باش تلعبوها، لأن بالحق تستحق انكم تصرفوا عليها فلوس باش تلعبوها، ولا لايكات الفلوس ياسر ما يساش تستحق الجو. كيما قاعدين نشوفوا باتل فيلد 4 حافظت على نفس السيستم تاع الحرب، حافظت على نكهة الحرب اللي موجودة في السيريات نتاعها، اللي موجودة في السيريات الاخرين زادا. هي اللي حققت النجاح هذا من خلال النكهة هذه نتاع الحرب. حرب تحسها حقيقية بالحق، ماهيش كيما ياسر جو تحس ثم برودة في الجو، مثماش حاجة تشدك للجو، ما هذي بالحق جو باهية. كيما تشوفوا ترسانة الأسلحة متعددة، كيما عودتنا من قبل باتل فيلد 3 باتل فيلد 2، ترسانة الأسلحة متعددة. خدو زاد السيستم تاع كال اوف ديوتي مود 3 اللي فيها دابل سكوب، سلاح تلقى فيه دابل سكوب ولا تريبل سكوب، تنجم تختار أي سكوب تحب عليه، وهذا معناها يعتمد على البلاصة اللي انتو فيها ولا الوضع اللي انتو موجودين فيه.
نشوفوا باتل ديما تعودنا بالاختراعات الجديدة للأماكن. كما تشوفوا هذه أماكن جديدة أول مرة تلعبوها في جو نتاع حرب. جيست لازم يكون كان في بلاك اوبس الأولى في آخر ستاج. بهذا أول مرة تلعب في البرجة وتحت طيارات وهكذا، أول مرة تشوفوها في جو. كيف اللي زادوه جديد انكم تنجموا تسوقوا اي مركبة، بار اكزومبل باطو، طيارة، هليكوبتر، كيما تحبوا انتم. وهذا زاد سيستم موجود في كريزيس معروف على الاخر. جست نحب نذكر بمعلومة انه الحاجة الظاهرة على الاخر اللي بدلوها في باتلفيلد 4 انه في باتلفيلد 3 كي تضرب حتى جزء ضربة صغيرة ولا برصاصة واحدة الشاشة كلها تتعبى بالدم، انت واحد تفجع تقول باش نموت. كذا في باتلفيلد 4 بدلوها، وكما قاعدين نشوفوا هذه باتلفيلد 4 جديدة اللي جو بونس بحق نجحوا في اول جيم بلاي ولا في اول عرض للجو. باش نشوفوا الجيم بلاي نتاعها الاخر، خاطر هما هذاك الجيم بلاي نتاع بتروا ريفيو، هذا الجيم بلاي الناس كل تنجم تشوفوا. شفتوا حتى سيستم السيف التجسس اللي كان موجود في ياسر انواع تاع الجو حطوه في الجو هذي. جيس نحب نذكر انه الجو هذي قبل واجهت شوية صعوبات في الكارت، باش تشوفوا الماشي كانت قبل معقدة شوية في التروا، المي توا سهلوها باش تكون اسهل. كيف بتاع الكرتوش نتاعك ولا الدب نتاعك الهيل كيف كانت معقدة شوية من توا صراحة ولد بسيطة. نحب نقول اني باتلفيلد 4 تمثل بحق نقلة نوعية في مجال الجو FPS first person shooter اللي بالحق صعيب ياسر باش تلقى جو كيفه، ولكن ماهوش راينا برك، راي لي بروفيسيونيل اللي يعرفوا الجو واللي يلعبوا فيه وخاصة اللي جيم. باتلفيلد 4 حافظت على السيستم تاع السكوب نتاعها، وخاصة تاع تعطيك السلاح كي تضرب بيه يمين يسار ولا فوق ونطة، وهذا تقريب للرياليتي. نحب نقرب لك الرياليتي للماس. اون بلوس خلو سيستم تاع نرجع نقولها سيستم تاع مود 3 تاع دبل سكوب. نحب نزيد انه الذكاء نتاع الاعداء تطور برشا، ما عادش كيما لي جو الاخرين تحس اللي يلعبوا ضدك بنان على الاخر. نرجع لحكاية الجرافيك. باتلفيلد 4 حافظت على قوة الجرافيك اللي عرفتها في باتلفيلد 3 واللي عرفتها زاد في باتلفيلد 2، ونعتقد انه الجو هذي باش تكون الكونفيغراسيون مينيمال تاع الكارت جرافيك هي جي تي 220 والكونسيي جي تي 690. ونعاود نقولها اللي عنده فلوس ما يسالش يشري جي تي 220 ولا جي تي 690 جيس باش يلعب الجو. ما تستخسرهاش في الجو بحق، لان الجو بحق مش عادي حتى خاصة في الملتي بلاير نتاعها، وهذا معروف في الملتي بلاير نتاع باتلفيلد 3.
الباتل فيلد 3 و 4 حافظة على نفس السيستم. مثل كبرى سلاح، ضرب بسلاح، الرياليتي بتاع السلاح، مثلا سلاح منظر معناها جيست كرياليتي. نعاود نذكر انك في باتل تقدر تنجم تسوق اي ماركة تحب عليها. والحاجة اللي زادوها جديدة في باتل فيلد 4 انه المكان اللي تلعب فيه، الماب اللي تلعب فيها تتأثر بالكرتوش، بالار بي جي، بالجرناد اللي عندك. كيف خذوا السيستم تاع تاع دي جو اخرين. بار اكزومبل تنجم تأمر السكواد بتاعك انهم يقعدوا في الديفونس ياتاكو، وهذه حوايج باهية. كيف نرجع لحكاية تأثر المكان بالكرتوش. بريزونت نجمو نطيحو حيط بجرينيد لانشر ولا ار بي جي، نجمو نكسرو الخشب بالشوت جان، وهذا ماهوش معروف في لي جو تاع تو. كيما قاعدين نشوفو يعطي الأوامر لأصحابه باش يتاكو معاه. اللي عنده هذا جرينيد لانشر. جيس نحب نعطي كلمة أخيرة على الجو. جو باتلفيلد 4 من أعز لي جو إن شاء الله نتوقعها، ومش كمان نتوقعها. اللي بروفيسيونيل اللي يعرفوا هذا خذوا برشا سيستمات وبرشا دي جو، اخترعوا ياسر حوايج من عندهم، زيدوا برشا حوايج. الجو هذا ان شاء الله باش تاخد شهر، ان شاء الله بنديكم كل جديد على شهر على على الجو هذه. الجو هذه متكاملة، ما فيها حتى شيء ناقص، كل شيء كامل، ما فيهاش حتى ديفو، ما فيهاش حتى بوج نتاع نسير ولا نتاع قلة تركيز ولا نتاع. الجو هذه متكاملة ان شاء الله، ندوكم كل المعلومات عليها. ان شاء الله يكون عجبكم هالريفيو، جيم بلاي ريفيو. ان شاء الله تطلع الجو نعملوا لها احنا التيست نتاعها، مش بخلاف جو فيديو .com، بخلاف الكوميونيتي نتاع الجو نعملوا لها احنا التيست نتاعنا. مانيش باش ناخذوها هكاكا، باش تكون عندنا معايير ونقيسوا عليها. مثلا مش هكاكا بيتمون، ناخذوا على ليستوار، ناخذوا على الجرافيك، ناخذوا على لافونتير، ناخذوا على برشا حوايج اخرين. ان شاء الله نوصل باش نعطوكم المعلومات الكافية على الجو. ان شاء الله تكون عجبكم هالجيم بلاي ريفيو. كان معاكم LB، نودعكم توا، وان شاء الله تقول في برشا دي جيم بلاي ريفيو وفي برشا تسويت للجو. موقعك يلقاكم، سلام وفي امان الله.